رياض الترك بيقول انه وقت بلشت الثوره انه هي الثوره سبقت المعارضه، اضافه ذلك بيقول انه هي الثوره هي ثوره شباب. هذا شو بيعني؟ بيعني انه هي ليست ثوره المعارضه، بمعنى انه من قام في الثوره هن الشباب، والمعارضه نفسها السياسيه التقليديه ما كانت متصوره انه هدول الشباب ممكن يوصلوا لمرحله يطالبوا باسقاط النظام. بل انا منتمي للثوره بس، وكل واحد بيفهم الثوره بطريقه مختلفه عن الاخر. يعني كلياتنا قلنا حريه وكلياتنا قلنا يسقط النظام، بس كل واحد يرى الحريه بطريقه بشيء مختلف عن الاخر. لانه ليش؟ لانه كان في هو بين النخبه السوريه الشخصيات السياسيه وبين المجتمع السوري، وتم إهمال المجتمع السوري. فبكل تأكيد الهوة أو الفجوة بين المعارضة والشارع كبيرة جدا، حتى بالمطالب السياسية، حتى بالرؤى السياسية، حتى بكيف يجب أن تدار سوريا في المستقبل إلى آخره.